في تجربة نفسية مشهورة، حطوا فار جوه عجلة بتلف، كل ما يجري أسرع العجلة تلف أسرع، بس هو في نفس المكان بيستهلك طاقته كلها من غير ما يتحرك خطوة واحدة لقدام. دلوقتي كده بص على يومك، بتصحى بالعافية تجري على الشغل، زحمة المواصلات، حضور وانصراف، 9 ساعات شغل بتسحب روحك، ترجع البيت مهدود، تاكل وتنام وتصحى تاني تعيد نفس الفيلم، مستني اخر الشهر او مستني الاجازه عشان تحس انك لسه عايش. بس هنا بقى الصدمه، الفار ده هو انت. احنا بنجري مش عشان ننجح، احنا بنجري عشان نلحق ندفع فواتير النهارده ونهرب من خوف بكره. من حوالي 14 سنه كنت طالب هندسه، نزلت تدريب في واحده من اكبر الشركات الهندسيه في مصر، مهندسين بقالهم 10 سنين شغل، محبطين وتايهين ومحبوسين في نفس العجله. ساعتها اخدت قرار، انا مش هدخل الدوامه دي. رجعت البيت، فتحت جوجل وكتبت هاو تو ميك ماني اونلاين، او ازاي اكسب فلوس من الانترنت. خدت شهاده الهندسه بس عمري ما اشتغلت بيها، شغلي كله بقى اونلاين من يومها ولحد النهارده. الحقيقه ان باب الخروج كان دايما مفتوح، بس احنا اللي مش شايفينه. التجاره 9 اعشار الرزق في التجاره. بص كده لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وصل المدينه ما عندوش اي حاجه، لا طلب مساعده ولا اشتكى، قال جمله واحده بس: دلوني على السوق، وبقى من اغنى اغنياء المسلمين. دلوقتي السوق بقى اكبر بكتير، السوق بقى هو العالم كله. اي كوميرس، تجاره اونلاين، تبيع لاي حد في اي حته وتكسب بالدولار وانت قاعد في بيتك في مصر معزز مكرم. كده ببساطه تكسر العجله. لو نفسك تهرب من العجله دي، تلاقيني عملت كورس مجاني بيشرح التجاره الالكترونيه والدروب شيبينج باستخدام الذكاء الاصطناعي خطوه بخطوه. اكتب لي كلمه كورس في الكومنتات وهبعت لك اللينك وادخل اتفرج على الكورس. سلام.